حلقتنا النهاردة عن السمك المقلي المقرمش. هنعمله كمان بتتبيلة جميلة جدا، هنعمله كده زي المحلات بالظبط كده اللي بيتباع بره. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هنبتدي نعملها التتبيلة. معانا راس توم مفرومة ناعم، معانا كده معلقة من الفلفل الأخضر المفروم ناعم، ومعلقة من هريسة الشطة، تقدري تبدليها بالشطة الحمراء أو البابريكا. معانا معلقة من الملح، ومعانا رشة من الكمون الناعم والكزبرة الناشفة الناعمة، عصير ليمونتين، ومعانا كده معلقة كبيرة من الخل. هنبتدي إن احنا نقلب التتبيلة كده كويس. السمكة الموجودة معانا النهاردة هي سمكة السردين، طبعا احنا غسلناها كده غسلة كويسة وقلبها نضيف. أهم حاجة إن انت تكوني غسلاها غسلة كويسة، يعني السلسلة بتاعت السمك ده ما يكونش فيها دم خالص. هنبتدي كده نتبل السمك زي ما انتم شايفين بالطريقة دي. هنتبل الكمية كلها بنفس الطريقة، بعد كده نسيبها كده لمدة نص ساعة أو ساعة. كل ما تقعد في التتبيلة كل ما تديكي نتيجة كويسة. هنحط هنا كمية من الدقيق، وهنحط رشة من الملح ورشة من الفلفل الأسود، وهنديهم هنا كده تقليبة كويسة. بعد كده السمك بعد ما قعد في التتبيلة لمدة ساعة هبتدي إن أنا أجيبه، وهنبتدي إن احنا نعفره. بس قبل ما نيجي نعفره نشيل التوم الموجود كده في قلبه من جوه. بعد كده هابتدي إن أنا بقى أعفّره من برّه ومن جوّه، ومن قلبه من جوّه كده أعفّره، ولمّا آجي هاعمله هاكون منفّضاه طبعًا من الدقيق، زي ما أنتم شايفين بالطريقة. لمّا بنشيل التوم من جوّاه بيحافظ لِك على الزيت اللي أنتِ بتحمّري فيه، فاهماني؟ وما بيتحرقش معاكِ كده إيه بسرعة. يبقى إحنا كده هنبتدي بقى إن إحنا نعفّر الكمية اللي معانا كده، طبعًا هنعمل على قد الطاسة اللي إحنا هنحمّر فيها بس، وبعد كده هنبقى نعمل بقية الكمية. كده خلاص كده بقى جاهز معانا. هاجيب الطاسة واحطها على النار، بانزل فيها بكمية من الزيت. وخطوة مهمة، لازم يكون الزيت بتاعِك سخن جامد لمّا تيجي تنزّلي فيه السمك. بعد كده هاحط السمك، ما تقلّبيش فيه خالص، بعد كده تقدري تهدّي بس كده على الوسط وتسيبيه لمّا يلوّن معاكِ. هتبتدي تقلّبيه على الناحية التانية وتسيبيه لحد ما يبتدي ياخد معاكِ لون تاني. بعد كده بتبتدي بقى إن أنتِ تطلّعيه يا إما على منشف مطبخ، يا إما بتطلّعيه على مصفى، عشان لو في بقايا زيت أو أي حاجة تقدري إن أنتِ تتخلّصي منها. تقدري تعملي أي نوع سمك بنفس الطريقة دي وبالتتبيلة دي. على فكرة هو بيبقى مقرمش معاكِ كمان كويس جدًا. ال السمكة دلوقتي متوفّرة في قلب السوق، سمكة السردين، والسمك دلوقتي موجود حلو أوي. تقدري إن أنتِ تجيبيه وتقدري إن أنتِ تستخدميه وتعمليه. دي كانت حلقتنا النهارده عن سمكة السردين المقلي المقرمش بطريقة سهلة وبسيطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.